في ظلال تلك القرية النائية، حيث التقاليد تعلو فوق التطلعات، بدأت قصتنا بمشهد حفل زفاف صامت ومؤلم. الفتاة نور، رغم جمال ابتسامتها وشبابها، كانت محاطة بالزهور والشموع لتدخل حياة جديدة، حاملة على عاتقها أحلاما لم تكتمل. يعود سرد القصة إلى موقف هادئ في منزلهما الذي يقع على أطراف القرية. نور كانت تجلس على العتبات، تقلب صفحات كنز من الصور التي التقطت لحياتها السابقة، في زمن كان تلهو مع صديقاتها في البرية. كانت تحلم بمستقبل مشرق، مما أثار حماسها للحديث مع والدتها، التي بدورها كانت تحمل قلبا مثقلا بالالتزامات الزوجية ورغبة في الحفاظ على شرف الأسرة. مع تحول الأيام، آل الأمر إلى أنه يجب عليها أن تتزوج من ذلك الرجل المسن، الذي كان يعاملها كطفلة تتطلب العناية، لكنه كان يرى في الزواج إكمالا للواجبات الاجتماعية. كانت الضغوط هائلة من الأهل والجيران الذين يرون في زواجها فرصة لتحسين ظروف الأسرة، وأيضا من الرجل الذي كان يحرك خيوط اللعبة. المشاهد تتوالى وهي تتحمل الآثار النفسية لهذا القرار. تفقد نور شبكتها الاجتماعية والأمان الذي كانت تشعر به. ذلك الشعور بالخوف والتردد يرافقها في كل لحظة. حوارات مع الرجل الكبير، الذي كان يعتبر زواجها مسألة شخصية بحتة، لم تكن لها أي وزن في الأحاديث التي كانت تدور بينهما. تظهر رسائل مكتوبة على الشاشة تحمل دعوة للتفكير في أثر العادات الاجتماعية والأسرية، وضرورة الكفاح من أجل حقوق الطفلات. يتوج الفيديو برسالة توعوية تتضمن دعوة قوية للتغيير المجتمعي والتأكيد على التوعية حول الحقوق الأساسية للبنات، مشددا على أهمية مواجهة زواج القاصرات ونشر الوعي في المجتمعات النائية.